ترتيب تمارين الظهر باك اكستنشن. راح اعطيله دي. ممكن تضر نفسك في هذا التمرين من على غير فايده. سيتد رو. سيت درو ممكن اعطيله يعني بصراحه بي، لانه اوكي بيستهدف لك عضلات وكل شيء، بس برضه كمان في نفس الوقت ما هو افضل تمرين، يعني ممكن تعمله بمعدات حره بطريقه احسن. طيب هو الكلام ده صح. اول حاجه احنا محتاجين نعرف ان التمرين ده مش هو اصلا التمرين ده بيستهدف جزء في الظهر اسمه اللات، والتمرين ده بيستهدف عضلات في ظهرك اسمها الاريكتور سباين او العضلات المثبته لعمودك الفقري. والكوتش ذكر ان التمرين ده ممكن يجيب لك اصابه او ممكن يجيب لك مشكله في ظهرك، ولكن بالفعل التمرين ده من احسن التمارين اللي تلعبه للعضلات الناصبه لعمودك الفقري، وهو بيحقق وظيفه اصلا العمود الفقري بيعملها، يعني مش بنعمل وظيفه مختلفه، بالعكس عضلات الاريكتور سباين وظيفتها ان هي تعمل سباين اكستنشن، يعني ان عمودك الفقري يكون متني وهي بتفرده لفوق بالشكل ده. فاول حاجه المفروض نفهمها ان انا ما ينفعش اقارن تمرين بيستهدف عضله بتمرين بيستهدف عضله ثانيه، يعني كاني باجي اقول لك تمرين الشيست احسن ولا تمرين التراي، ما الاثنين عضلات مختلفه اصلا ومحتاجين وظائف مختلفه عشان خاطر نشغلهم ونمرنهم. بول داون. اللات بول داون ممكن احطها سي مثلا، لانه لفتره معينه كمبتدئ تفيدك، بعد كده لازم تبدا تنتقل لمرحله شويه متقدمه، كانك تكون مثلا تعمل بول ابس. طيب لو جينا بصينا على تمرين اللات بول داون، اللات بول داون من احسن التمارين لظهرك لان هي بتحقق وظيفه الظهر محتاجها، وهي الشولدر ادكشن، يعني انت تقرب دراعك من جسمك. ومفيش تمرين ينفع نقول عليه التمرين ده للمبتدئين وتمرين تاني نقول عليه التمرين ده للمحترفين، كل التمارين تنفع لكل الناس ومفيش اي مشاكل. في لعبه مشتركه معايا بلعبهم رومانيان ديد ليفت وهم لسه اول شهر ليهم في الجيم وعمرهم ما لعبوا جيم قبل كده، طالما انا علمتهم نمط الحركه ايه المشكله ان هم يلعبوها. كمان هو ذكر نقطه ان التمرين الادفانسد او تمرين المحترفين هو البول ابس اللي هو العقله. لو جينا بصينا على تمرين زي اللات بول داون هكتشف ان انا بنزل ايديا لتحت بس جسمي ثابت، ولو جينا بصينا على تمرين زي البول اب هكتشف ان انا دراعاتي هي اللي ثابته بس انا بسحب جسمي لفوق. فالاثنين هنا بيستهدفوا اللات ولكن بطريقتين مختلفين، فالاثنين هنا يعتبر نفس التمرين. بالرو. لا دمب الرو طبعا هعطي له اي. السبب لانه اول حاجه بيعتمد على وزن حر، ثاني شيء تقدر تتحكم انت بالوزن، ثالث حاجه بيستهدف لك الظهر والكور وعضلات كثيره. بالنسبه لتمرين الدمبل رو هو تمرين السيتد رو، الاثنين واحد حرفيا، الفرق بس ان انت هنا بتلعب بدمبل وهنا بتلعب بكيبل. فكره ان التمرين ده حر وان التمرين ده جهاز، ففي حاجه فيهم هتطلع مكتسبات عضليه اكتر. ففي 10000 دراسه اثبتت ان المكاسب العضليه في الماشينز هي المكاسب العضليه بتاعه الحر، مفيش حاجه احسن من التاني. اهم حاجه انك تلعب التمرين اللي انت بتحبه والتمرين اللي انت بترتاح فيه عشان تعرف تستمر عليه فتره طويله، وعشان ما تلخبطش نفسك بالاراء الكتيره وده بيقول حاجه وده بيقول حاجه عكسها والتيك توك والاس سيريز وكل الكلام ده. انا عملت لك فيديو بشرح لك فيه الظهر من الناحيه التشريحيه، فبناء على فهمك للفيديو ده هتقدر تختار التمارين المناسبه لاستهداف كل جزء في عضلات ظهرك. فاكتب كلمه ظهر في التعليقات وهبعت لك لينك الفيديو.